اهلاوي اهلاوي انا والفخر ليا، انا نادي القرن في القاره هو ناديا، واعيش واموت وافضل عشانه، وهو فوق دايما مكانه. لا 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 لا. بالثلاثة يا حبيبي، بالثلاثة الأهلي يسيطر على لقاء القمة 125. ألف مبروك لجمهورية الأهلي، وألف مبروك لكل جمهور على القهوة. بنحيي كل الجماهير وبنحيي اللعيبة ومبسوطين من أداء الأهلي، ومش هقول هارد لك للزملكاويه لأنه الغريم التقليدي بتاعنا. إيه رأيك في الماتش يا هيما؟ يا ليلة رد على المستبد. الماتش أنت شايفه إزاي؟ النهارده بصراحة اللعيبة ما يتقالش عليها فعلا غير 11 راجل في الملعب. لا، هم بصراحة فعلاً محمود ماتش كله رجالة. اللعيبة احنا النهارده كنا قبل الماتش بنقول فيها 10 غيابات و11 غياب. لا النهارده ما حسيناش فعلا ان في لعيب ناقص. لا، فعلا هم النهاردة الاهلي كلهم. بمن حضر. وهم فعلا يعني كلهم المقولة دي ما بتتقالش من فراغ يا محمود، الاهلي بمن حضر بصراحة. بصراحة. هم فعلا كلهم لعبوا بروح الفانيلا وكانوا رجالة في قلب الملعب. بس كمان كولر برضو ليه اشاده كبيره، لأن باستثناء هو الشوط الاول يا محمود بصراحة. هو الشوط الاول يعني لا بص. يعني الفرقتين مش موجودين. هما الناس الطبيعي بتقول لك ان هم خايفين من بعض، بس الكلام انا مع كولر في الشوط الثاني اللي شفته، لا هو قدر ان هو يستغل ازاي الماتش كامل، يعرف ياخد منه اللي هو عايزه وخرج بنتيجه كبيره. الاول اللعيبه بصراحه كلهم كانوا رجاله، من اول الشناوي لغايه كهربا للماتش الثاني على التوالي. يا ابني انت فعلا امك دعيالك، انت فعلا الفولت العالي كهربتهم يا كهربا، ده انت حرقت دم كتير قوي من الزملكاويه. لا الواد يا ربنا ابني بيحبه يا بصراحة محمود، انت يعني مشكلة. فاهم الماتش اللي فات والماتش ده يعني، واول جون يعني في الزمالك، يعني الواد بصراحه يعني ومحمد شريف ومحمد شريف المخيف كعبه طبعا عالي. رجع. كعبه عالي لا الزمالك. كعبه عالي، اللي هو انتوا بتلعبوا مين النهارده؟ بتلعبوا الزمالك؟ طب انا جاي فاهم. اللي هو حبايبنا. صايم تهديف كل ده، جه في ماتش الزمالك يجيب جونين، يعني الهدف ال50 بتاعه، لا ويسجل الهدف الثاني كمان. حمدي فتحي. لا حمدي فتحي يا محمود انا كان نفسي النهاردة. ياخد رجل المباراه. لا ما هو بصراحه يعني هو خدها بصراحه مننا، يعني الجمهور كله النهارده شايف حمدي فتحي النهارده يا جماعه بيلعب 6 بيلعب 8 بيلعب 10، اللي هو خلاص ناقص ياخد الجوانتي ويلعب مكان الشناوي بصراحه. لعيب محارب النهارده، وبانت قوي محمود كمان ان يعني دي تعليمات من كولر ان هو بيخش في يعني الثلاث اجوان حمدي فتحي مشترك فيهم. هو كمان الماتش ده احنا اول مره ان انا مش هاجي ان انا اتحامل على قفشه، لان دي ممكن تكون ذكاء من كولر. لا انا مش قادر يا محمود بصراحه، يعني انا فرحان بالماتش النهارده وكل حاجه، بس انا برضو جوايا لا قفشه. يا هيما نفرح يا هيما، ده ماتش الزمالك. لا معلش يعني في النهارده 2 لعيبه يعني فلتوا النهارده، كانوا بيحنكشوا والله العظيم فلتوا النهارده، عبد القادر وقفشه. لا هو قفشه ما تعرفش عبد القادر ما يكونش ايه في مستواه برضه يا محمود. النهارده قفشه بياخد الكوره بيرجع لورا، فاهم؟ بياخد الكوره بيرجع للمدافع، بياخد الكوره. بس هو ده ذكاء منه، انت برضو ذكاء من مين؟ لا ذكاء من قفشه. هيمسك من مين؟ ذكاء من قفشه يا محمود، ده صانع لعب. عارف يعني ايه صانع لعب؟ ما هو انت عوضولك بحمدي. اسمع مني، ديانج بيلعب صانع لعب حلو. حسين الشحات اللي كنا بنقول عليه ما بيلعبش، لا رجع لمستواه، بيرقص وبيرفع اوفرات وبتاع، وتلاقيه برضه في كل الاجوان. رامي ربيعه يا راجل، رامي ربيعه بيرفع اوفرات، يعني اقول لك ايه اكتر من كده؟ لا بس يعني رامي ربيعه يعني حلوه عن قفشه. لا ورجع يعني انا مش قادر بصراحه النهارده فرحانين وكل حاجه، بس يا قفشه لا يعني هو لسه. بس الف مبروك يا هيما للاهلاويه فرحانين يا ابراهيم. يا باشا انا فرحان، انا زيهم الماتش ده. لا عديها الماتش ده، هم فلتوا بصراحه يعني. هو الماتش النهارده بصراحه لا هم اللعيبه كلها رجاله ولعبوا بروح الفانيلا وفرحوا جمهور او شعب الاهلي كلهم اللي وراهم. فالف مبروك لكل الاهلاويه بصراحه. اللعيبه لعبت رجاله، كل الاهلاويه قبل الماتش كان قلبهم خايف من قصه النقص العدد اللي عندنا. لا ما حسيناش بصراحه في الدفاع، ما حسيناش. فانت ان اللعيبه تلعب بالروح ده. وخالد عبد الفتاح انت رايك في اول مره بص في ماتش قمه ده؟ المفروض اصلا ركبه. احنا قلنا عليهم يا محمود الفيديو اللي فات بصراحه، اللعيبه باينه ان هم مكسب للنادي الاهلي، بس برضه ماتش الزمالك تقيل عليه. يعني خالد عبد الفتاح ما هو بقى ده اللي بيبين لك شخصيه اللعيبه. مروان عطيه وخالد عبد الفتاح لا النهارده مكسب. وخلي بالك خالد عبد الفتاح اصلا مش مساك، يعني هو اصلا مش مساك، فان هو ينزل الماتش ده يعني يلعب بالطريقه دي ويبقى واثق من نفسه هو مروان لا ايوه الثقه دي بقى هو خدها من مين؟ انا من رايي ان هو من اللعيبه اللي حواليه، اللعيبه الكبار اللي حواليه قدرت تخلي ان هو برده رجليه تبقى في الملعب، ما يبقاش فيه ضغط عليه. وهو كان ماتش بصراحه اكنه بيلعب مع الاهلي بقاله كتير.
اكن ده تاني ماتش ليه للزمالك، تالت ماتش، يعني مش ما عندوش الرهبه وما كانش مهزوز. ورامي ربيعه رجع لمستواه اللي كان زمان بقى. رامي فاهم، لا رامي رجوله ما فيش فاهم، بيتنبأ بالكرات اللي بتيجي فاهم، وقطع حاجات كتير. لا هو ما شاء الله. ديانج وعلي معلول، يعني ديانج وعلي معلول خارج التقييم يعني والله. اللعيبه دي بجد اللي هو بس انت فول 92 وارمي ديانج في الملعب. والله فعلا ديانج ده اديله جيركن زيت وارميه، هو الله اكبر عليه. لا بصراحه لعيب يعني ما يتقالش عليه ان هو بمواصفات اوروبيه يا محمود. لا بس انت رايك في الجون بتاع يعني حمدي فتحي مشارك في الثلاث اجوان. لا حمدي النهارده عمل كل حاجه برضه رافع الكور. يعني عارف انت اللعيبه تحس ان الشوط الثاني كانهم خدوا دش، كان الماتش لسه بيبتدي، كنا بنلعب ماتشين فاهم، شوط اول وشوط ثاني. ده ماتش ده بيرجع لمين بقى محمود؟ ده بيرجع للمدرب. لا هو مدرب كولر بصراحه كل لعيبه محمود بيراهن عليه. يعني احنا قلنا كهربا ان هو يلعب الماتش اللي فات بعد غياب موسم كامل ان هو ينزل ويؤدي الاداء ده، فلا محضره كويس نفسيا. كهربا واقف على رجله وباين ان هو فعلا واقف على رجله. انت يعني زعلت الزملكاويه كلهم. لا كهربا خلاص كده دفع الغرامه برايز وشيلينات. مش عايزين حاجه اكتر من كده. وبرده الثقه في محمد شريف. انت ايه رايك في محمد شريف برضه؟ هو على فكره كولر اتكلم في قصه ان انا كنت بفرجه على نفسه وكان بيرجع. هو بيعرف يلعب على نفسيه اللعيبه قوي، وده باين لما بيجي ينزل اللعيب ويجي بقى هو يبقى في قمه ده اكنه مثلا فاهم الكيرف عالي عنده قوي. لا ده انت كنت لسه الجمهور زعلان منك. فهو بيقدر يلعب على نفسيه اللعيبه وبيبقى حاطط ثقته في اللعيبه وبيعرف امتى يشاركهم بالظبط. يعني انت شفت التوقيت يا محمود اللي هو نزل شال كهربا ونزل شريف في التوقيت ده. لا هو مدرب كبير يعني فاهم. كهربا قال له هتجيب جون، جاب 2. لا وقصه كمان ان هو ما ينزلش كريستو فاهم. لا هو عارف المدرب هينزل اللعيب امتى ويستخدمه امتى وما يحرقوش وما يعملش عليه. محمد شريف بصراحه كعبه عالي على الزمالك. اللي هو انتوا بتلعبوا مين النهارده؟ الزمالك. طب انا جاي فاهم. انا عارف ان انا البروف يعني اخبار الناس اللي كانت بتتكلم على البروف وان هو الموسم اللي فات. يا جماعه احنا قلنا طول ما الاهلي هو اللي الدنيا فيه شويه مشاكل او الدنيا مش مستقره كمدير فني او في اي تحركات كده، لا هو الزمالك بيظهر او اي فريق تاني يظهر. لا هو الاهلي طول ما هو فايق واللعيبه رجليها في الملعب وفي استقرار المدرب كويس وبيعرف يشاركهم، الاهلي ما في بص هيفضل طول الوقت على القمه. مش الزمالك يبقى دوري. ده من الفلاتات، من المواسم النادره ان الزمالك يجي ياخد دوري من الاهلي. محمد هاني النهارده محمود برضو لازم نديله حقه. محمد هاني بقى له يا جماعه 3-4 ماتشات الله اكبر عليه. هو في رجع لمستوى كاس عالم الانديه ودي حاجه حلوه يعني. طبعا محمد هاني النهارده بتشوفه بيخش وبيشوف يعني شفت الشوطه لا محمد هاني لعيب تقيل. لا هم احنا عايزين اللعيبه دي كلها تستمر. النهارده بسطنا منكم بصراحه الشوط الثاني ومستنيين الاحسن. هو ماتش القمه والاهلي واللعيبه ادت قمه رائعه وعلى الانتصار على الغريم التقليدي وفرحانين لكل الاهلاويه. 8 بونت انت كده خلاص 8 بونت يعني. بس برضه احنا مش عايزين يعني. هو المدرب كمان ذكي يعني. هو بيتكلم لما يجي يقول لك انا ما ببصش غير لكل مباراه. انا كل مباراه بلعب على حقيقة دي هي اللي قصادي. يعني انا مش كسبت الزمالك خلاص انا الدوري. لا هو عارف ان في ماتش وراك فاهم ان لو انت لو وقعت ماتش ممكن يتساوى معاك. لا يا باشا انا بقول لك الزمالك المقاولين لو كسب بكره الزمالك هيبقى خامس يعني فاهم. امبارح كان ثالث النهارده رابع بكره خامس. يعني المقاولين لو كسب بكره الزمالك خلاص هتلاقيه خامس. فانت النهارده بصراحه اللعيبه عملت ماتش عمرها ان انت فرقت عن الزمالك 8 بونت. 8 بونت فاهم. فدي احسن حاجه النهارده. اللعيبه عارفه قيمه الماتش يعني عارفه هم بيلعبوا ازاي وعارفه ان النهارده المكسب قبل الماتش اللي جاي وقبل كاس العالم هيفرق معاهم وهيخليهم رايحين كاس العالم بمعنويات مرتفعه. فالنهارده بنشكر لعيب بصراحه هم كلهم يستحقوا الاشاده. كل اللعيبه بالجهاز الفني بكولر بالاخص لان كولر هو فعلا مدرب طول الوقت بيثبت ان الراجل ده مش بيشتغل عشوائي. الراجل ده بيعرف يشتغل على نفسيات اللعيبه، بيعرف يلعب على الخطط، بيعرف يلعب بكل. ما احنا عايزينه بقى يشتغل على نفسيات اللعيبه يا محمود. مع مين؟ مع قفشه وعبقاد. ما هو انا شايف ان هو ممكن يكون قفشه هو ده التأثير الوحيد. لا لازم يقعدوا يعني لازم يقعد معاهم. لا لازم يقعد معاهم يا محمود. اللعيبه دي بص انا من رايي هيجي في ماتش هيبين لك قفشه. يعني هو يبقى محتاج قفشه. يعني انت دلوقتي قفشه احنا صبرنا عليه كتير يعني. النهارده مش عايزين نتكلم على قفشه كتير. هو فلت والله العظيم. قفشه النهارده فلت. هو عبقادر النهارده نازل بيحنكش ما تفهمش هو بيعمل ايه فاهم. بس خلاص احنا مستنيين منكم اللي جاي. ومبروك يا اهلاويه فرحانين النهارده فرحه غير عاديه. بالثلاثه يا حبيبي بالثلاثه. الف مبروك لكل جمهوريه الاهلي والف مبروك لجمهور على القهوه. تحيه يا ليله رد على المستبد. السلام عليكم.